السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعالوا نعملوا شوية أوراق في الفرن مشوية، بجد هتعجبكم جدًا، معايا طبعًا كمية الأوراق اللي أنتم عايزينها غسلتها كويس أوي، وبعد كده عملت ليها فتحات عشان أدخّل فيها التتبيلة اللي هاعملها، كمية بصل حلوة كده مع طماطماية واحدة مع قرنين فلفل حامي بارد براحتك، بعد كده بقى ملح وفلفل أسود وأي بهارات عندِك بتحبيها حطيها، ما عندكيش حطي ملح وفلفل أسود بس، وبعد كده هانزل بشوية من الزعتر الجاف بيدّيها طعم حلو أوي. بعد كده هانزل بمعلقة كبيرة من الصلصة، هاخلط كل دوّة، وبعد كده بإيدي بقى يا جماعة أنتِ عايزة بقى تلبسي gloves براحتك خالص، لكن بإيدِك كده اخلطي كل المكونات دي كلها مع بعض، وطلّعي كده ريحة البهارات كده مع البصل والطماطم. هاجيب بقى الفراخ بتاعتي زي ما أنتم شايفين، هاخلط بقى برضه مع الخلطة كده من جوّه ومن برّه وتحت الجلد وفي الفتحات، بُصّوا يعني مش عارفة أقول لكم بجد ريحتها عاملة إزاي وهي لسه نيّة، عايزة تخلّيها من قبلها بيوم ماشي، عايزة قبلها ساعتين ماشي، عايزة تعمليها زي ما أنا عملت كده ودخّلتها الفرن على طول ماشي. هارصّصها بقى كده في الصينية وهانزل عليها بمعلقة واحدة بس من الزيت ونُص كوباية من المَيّة، وهاغطّيها بورق فويل وأحطّها بعد كده في على الرف بتاع البوتاجاز، يعني على الصاجة ذات نفسها بتاعة البوتاجاز لمدة ساعة إلا ربع كده، بعد كده هاحطّها في أول رف وهاشيل الورق. بعد كده أول ما تستوي هاحطها تحت الشواية، بُصّوا بقى الجمال، تحفة. أنا بقى عملت شوية رز أبيض كده جنب منها، وكان عندي كمان قلقاس حطيته جنب منها، بجد خطيرة يا جماعة، ممكن تاكلوها أصلًا بعيش ومخلل أو سلطة براحتكم خالص، هي تتاكل في أي حالها يعني، بُصّوا الجمال، وسهلة وبسيطة مش هتاخد منكم ولا وقت ولا مجهود، يا رب الوصفة تعجبكم.